مساء الخير عليكم، ويا رب تكونوا بخير وكويسين، وكل عيد وانتم طيبين. ونتمنى ان ينال مضمون الحلقة اعجابكم. وفي البداية احب انوه واكد ان لما بنعرض ظاهرة معينة بقناتنا بيبقى هدفنا التوعية وتسليط الضوء عليها عشان المصلحة العامة، وعلشان نوضح لكم الوجه الاخر الخفي لهذه الظاهرة. ويلا بينا نتعرف مع بعض النهاردة في حلقتنا عن ظاهرة السفاح اللي هي بقت منتشرة عندنا بجنون في الفترة الأخيرة بمجتمعنا بطريقة وتفاصيل بشعة، وما بقتش بس منتشرة في الغرب، لا ده كمان في الشرق. طيب الأول احنا عايزين نعرف كلمة السفاح غير السفاح، عشان بس يعني ايه اللفظين بيتكتبوا زي بعض بس النطق مختلفين. السفاح اللي هو الحمل، يعني الست بتحمل نتيجة اغتصاب أو عملية زنا. أما السفاح ده لقب بيتقال على شخص بيبقى وظيفته في الحياة ان هو قاتل متسلسل، يعني شخص بيقوم بقتل اشخاص اخرين سواء كانوا رجالة او ستات او اطفال عشان بس يشبع رغبته النفسية الغير طبيعية. يعني بالبلدي كده هو لما بيقتل بيحس بالمتعة والنشوة. طيب احنا النهاردة ليه بنتكلم عن ظاهرة السفاح؟ علشان للأسف الشديد هو بيبقى متعايش معانا في مجتمعنا، في وسطنا وفي المحيط بتاعنا، وبننخدع وبنثق في الشخصيات اللي حوالينا بسهولة. ممكن يكون معانا في الشغل، ممكن يكون جار، ممكن يكون صاحب سواء قديم او جديد. بس هنعرف مع بعض النهاردة بعض الصفات اللي بتثبت لنا ان احنا ممكن يكون في محيطنا سفاح، فنخلي بالنا عشان ما نقعش في ضحية له. من صفات السفاح علشان نبقى واخدين بالنا في المجتمع والمحيط اللي حوالينا، انه بيتميز بسلوك خاص، بيبقى بيحب انه يجذب الانتباه، يعني العين تبقى عليه، مش بيشعر بالندم ولا بالذنب، وسلوكه عنيف مع الاخرين، وده طبعا مع اللي يعرفهم اصلا. اما بيبقى كيوت وحنين علشان يسحب ضحيته مع الشخصيات الجديدة اللي هم لسه ما يعرفوهوش. كمان السفاح بيبقى له ميول جنسية منحرفة، يعني بيبقى له ميول لتجربة الأفعال المثيرة للاهتمام والغير طبيعية، علشان ده بيملى غروره إن هو حد جامد جدا، الواد الجنة وعينين إزاز. بيبقوا كمان مستريحين في العزلة الاجتماعية، أو دايرة المعارف بتاعتهم بتبقى صغيرة أو معدومة، وكمان ملهوش عمل ثابت. ونركز هنا، أنا بتكلم على مكان العمل ومش طبيعة العمل، لأن احنا هنتفاجئ النهاردة واحنا بنحكي مع بعض في الحلقة بتاعتنا إن ممكن يكون محامي أهو هو ثابت طبيعة العمل، بس هو سفاح، بس بيتنقل من مكتب لمكتب، ما يبقاش له مكان ثابت، علشان خاطر طبعا هو لما بيخلص على ضحيته في المكان ده بيمشي ويسيبها ويروح مكان تاني. فنفصل ما بين ان طبيعة العمل هو شغال ايه وما بين مكان العمل. دي اهم الاسباب او الصفات اللي هي بتخلينا يتلفت نظرنا ان في سفاح حوالينا، في حاجه مش طبيعيه، تلاقيه حنين كده زياده عن اللزوم، تلاقيه له ميول مش طبيعيه، بيتفرج على حاجات مش طبيعيه، عنيف، بيحب ان هو يعني يلفت النظر باي طريقه. طيب ايه هي اسباب انتشار ظاهرة السفاح مؤخرا بقى؟ يعني احنا لو نلاحظ كده الفترة الاخيرة، يعني من سنة 2020 ل 2025، خلال 5 سنين بس، ظاهرة السفاح ديت يعني بقت منتشرة جامد جدا. اولا من الاسباب ديت اللي خلته انتشر بطريقة مش طبيعية وبقينا زي الغرب. احنا كنا بنسمع عن حالات القتل المتسلسل دي بره، بقينا زيهم، ان هو بيعاني من اضطراب نفسي، سواء انفصام في الشخصية او اضطراب الشخصية الحدية، ولم يعالج من الصغر. واحنا اتكلمنا في كل حلقاتنا اللي فاتت قبل كده على الظواهر المختلفة وعن الاضطرابات النفسية وعن طبيعة الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاهم، ان اضطراب الشخصية الحدية وانفصام الشخصية دي من اهم الامراض النفسية اللي بتخلي الشخص المريض بيعمل تصرفات مش طبيعية. كمان السفاح بيبقى بيتعرض للعنف والإهمال الأسري من الطفولة، ده بيخلي عنده سلوك إجرامي من الصغر علشان ينتقم بقى من كل حد، ينتقم من أسرته، ينتقم من المجتمع. بيبقى عنده عقدة من الصغر إن هو بتعنف، إن هو تم إهماله، مفيش حد بيهتم بيه. فطبيعي لما بيلاقي حد في أسرة طبيعية بيهتموا بأولادهم، أو إخوات بيهتموا ببعضهم، أو حبيب وحبيبة، أو زوج وزوجة بيهتموا ببعضهم، ده مش طبيعي عنده، فهو بيحب ينتقم يعني. ده سلوك مش طبيعي.
كمان شخصية السفاح بتكون تعرضت للرفض، يعني من الصغر كده او هو كبير مثلا اترفض من بعض الافراد من المجتمع، من حبيبة، من اصدقاء، اتعرض لتنمر، فعشان يعاني جواه الشعور بالنقص لان هو بيعتبر ان هو لما اترفض ده نقص عنده، علشان كده الناس رفضته، فبيعبر عن كده عن طريق ان هو بيرتكب جرائم علشان يثبت ان هو واد جامد جدا كامل مكمل والواد قوي. كمان بيحب، احنا لسه قايلين من صفاته ان هو بيحب ان يتلفت له الانظار، فبيحب الظهور والشو ولفت الانظار، بغض النظر بقى ان اللي هو بيعمله ده صح ولا غلط. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف اشهر السفاحين على مدار الزمن في مجتمعنا العربي وخصوصا في مصر للتذكرة، ونلاحظ مع بعض ان هم بيتفقوا في الصفات اللي احنا قلناها، وكمان كلهم بيشتغلوا شغلانات المفروض انها كويسة، وكمان الشغلانات ديت بتخليهم بعيد عن الشبهات، وللأسف هم بيستخدموا الشغل بتاعهم اللي هو بعيد عن الشبهات علشان ستارة، عشان يوقعوا ضحيتهم للأسف الشديد. علشان كده احنا بنقرر وبنأكد بلاش تنخدعوا في كل اللي حواليكوا، وبلاش ان انتوا تدوا الثقة في اللي حواليكوا، حتى لو كانوا من زمان انتوا عارفينهم، بيبقى عندهم زي ما احنا لسه قايلين من الأسباب اضطرابات من الصغر. عندنا سفاح التجمع الشهير ده بقى الكينج، هو وسفاح اسكندرية دلوقتي. سفاح التجمع لو خدنا بالنا ان هو كان بيستمتع بعمل سلوك جنسي محترف، وكمان مش بقى محترف بقى ان هو حاجة جامدة، لا ده يعني مش كويس ومش الطبيعي مع ضحيته، وبيتعاطى المخدرات، وبعد ما يقتلها يعني بعد ما بيخلص سلوكه الجنسي المنحرف ده ويقتلها بيعمل علاقة جنسية كاملة معاها مرة تانية وهي ميتة. ده مش طبيعي، هو بينتقم، ده كانت وجهة نظره ودي من أقواله، بينتقم في الست، يعني عنده عقدة من الست، فهو شايف كده ان هو بينتقم منها، ده يعني حاجة مش طبيعية. وطبعا انتوا اكيد تابعتوا القضية وشوفتوا عدد الضحايا بتوعه وان هم كانوا في مختلف الأعمار. عندنا بقى مؤخرا ده سفاح اسكندرية، ده بقى اللي عليه علامات استفهام كتيرة ان ده محامي، واحنا عشان كده بنقول ما نتخدعش، وعلشان كده بنقول مش معنى ان السفاح لازم يكون واحد عاطل، لا خالص، ده محامي وبيعرف القانون كويس جدا وبيترافع في المحاكم وعارف ثغرات القانون، وللأسف كان بيستخدم القانون لحمايته بعد ما يعمل المصيبة بتاعته، وبس تقريبا هو نسي ان هو مفيش جريمة كاملة. سفاح اسكندرية يعني زي ما بنقول نخلي بالنا كويس جدا من معلومة ان هو محامي، واستخدم وظيفته لعمل سهرات حمراء مع موكلينه الأثرياء، يعني كان بيختار الموكلين بتوعه بعناية، وكمان بعد ما بيعمل معاهم السهرة قبل طبعا ما يوصلوا للمرحلة دي، طبعا هو يعني هم واثقين فيه، بياخد فلوسهم وبعد كده يقتلهم. ده كده بالنسبة للموكلين الستات. طب بالنسبة للموكلين الرجالة اللي عنده كام بلطجي؟ كان حضراتكم بيتعامل مع الموكلين الرجالة اللي عندهم فلوس وأثرياء بالبلطجة، وإن هو يعني بيتعدى عليهم بالضرب وبيجبرهم إن هم يتنازلوا له عن حقوقهم المادية، وبيعمل لهم تحويلات بالفلوس وبعد كده بيقتلهم. طيب عندنا كمان سفاح رود الفرج، ده بقى كان قديم شوية في الثمانينات، وده اللي قتل صاحبه عشان اختلف معاه على خلاف فلوس، وقتل حبيبته لما اكتشف خيانتها، وفضل يقتل لمدة 15 سنة، يعني هو كده مع نفسه. عندنا سفاح الجيزة واللي اتعمل عليه مسلسل وكنا شوفنا كلنا يعني طبيعته اللي غير طبيعية، وهو اللي معروف باسم القذافي، واللي كان متنوع بقى في جرايمه بقى قتل وتزوير واحتيال وسرقة. ولو نلاحظ ان مسلسل سفاح الجيزة وضح لنا تماما الصفة الأساسية في السفاح، وهو ما بيشعرش بذنب أو ندم لما بيقتل ضحيته، بل بيحس بنشوة ومتعة لما بيقتلها. عندنا سفاح أسيوط المعروف بالخط، وده كان بيقتل عشان الشهرة، واحنا ده لسه بنقوله ان هو بيبقى عايز لفت الانظار له، وكمان بيفتري على الناس لحد ما ياخد اللي هو عايزه منهم، وبلطجه وقله ادب. فبالتالي احنا كده بنأكد هو الصفات اللي احنا بنشوفها، بالعلم ان اي واحد من الشخصيات بتاعه السفاح دي هو
مندرج معانا في المجتمع بتاعنا، بيتعامل معانا عادي ومفيش اي مشكلة معاه. هو بيفاجئنا بعد كده. وابسط مثال على كده ونحطه دايما في دماغنا، سفاح اسكندرية المحامي. وطبعا غيرهم بقى من الخمسينات لحد النهاردة، وما زالت الظاهرة دي بتتكرر لنفس الأسباب، بس باختلاف الطريقة عشان تبقى متمشية مع التطور الزمني الطبيعي. يا ريت واحنا بنتعامل نخلي بالنا من اللي بنتعامل معاهم، لأن السفاح بيتعامل معاك عادي لحد ما يجيبك ويصطادك في شبكته، وبعد ما يخلص تماما الخطة بتاعته ويصطاد ضحيته بيتخلص منها بأبشع طريقة. نخلي بالنا سواء كان اللي بنتعامل معاهم قدام في حياتنا بس اتعرضوا لظروف أثرت عليهم واحنا مش عارفين ومش واخدين بالنا، وبرضو نخلي بالنا من الناس الجديدة اللي بتدخل حياتنا وما نعرفش عنهم كل حاجة. يعني نبقى ياريت شخصيات حدودية حفاظا على حياتكم وعلى عمركم. بكده خلصنا حلقتنا، ونتمنى ان تنال اعجابكم وتكون جرس انذار مهم لحمايتكم. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير لقناتنا، والاشتراك بصفحتنا على الفيسبوك. ونشوفكم على خير بإذن الله الحلقة القادمة.